أي تراجع هذا غير مقبول، ولا الاستفتاء شيء مطروح. شنو الاستفتاء؟ الاستفتاء هو اختيار 50 نائب يمثلون هذا المجلس، وهم يقررون، يمثلون الناس، الشعب الكويتي، وهم يقررون مصيره. احنا ممكن نتكلم كلام عام ونقول ان الناس ملت وكذا، ممكن نتكلم كلام مؤسسي ونقول الناس اذا ملت تعاقب النواب اللي قاعد يستجوبون وتختار ناس غيرهم. لكن اذا الناس واصلت اختيار نفس النواب ورأتهم نواب إصلاحيين وميزت بين الاستجواب الجاد والاستجواب التحريضي والاستجواب اللي له تكسب، فاحنا اليوم هذا هو خيار الناس، وهذه هي المشاركة الشعبية. قضية يعني المخاوف، أنا أقول يعني لا نتساهل في قضية أن اليوم الشعب الكويتي ما يبي مجلس الأمة ولا يبي الدستور الكويتي. أنا أخشى إذا هذا الأمر صار واقع أن الكل يعلم حرص وتمسك الشعب الكويتي بالدستور الكويتي وبحقوقه السياسية. لكن هذه يمكن اليوم أمور ندعو لها وإحنا قاعدين بكل راحة ونعتقد أنها هي الحل. لكن أنا أعتقد الشعب الكويتي مهما اختلف مع الممارسات، الأغلبية العظمى والكاسحة ما تقبل تغيب الشعب الكويتي عن حقوقه الدستورية وحقوقه السياسية. أنا أشوف في أكثر من خط الآن. أنا أعتقد الرأي الصحيح والرؤية الصحيحة للوضع السياسي هو انتقاد الممارسات وليس الانقلاب على المؤسسات. الانقلاب على المؤسسات انقلاب على البلد بالكامل. انتقاد الممارسات يتم كل 4 سنوات مرة، والحين لا أبشرك أبو مشعل كل 2 أو سنة نحل المجلس ونرد للناس والناس تقيمنا تقول أنت أحسنت أو أنت أخطأت. إلا إذا افترضنا، وأنا أعتقد هالكلام مو صحيح، أن الشعب الكويتي غير مؤهل لاختيار النواب ولا يحسن اختيار النواب وقاعد يجامل على حساب بلده، وهو شعب لم يبلغ الرشد السياسي، وأنا أعتقد هذا كلام ما هو صحيح. لذلك هو يواصل اختيار نفس الأشخاص السيئين. أنا أخشى أن في أطراف اليوم متضررة من وجود مجلس الأمة، متضررة مصالحها من وجود مجلس الأمة، متضررة تجاوزاتها من وجود مجلس الأمة، فهي اليوم تحرض على الانقلاب على الدستور. يعني يطالبون بالتنقيح. شوف أخي الكريم، الدستور نعم، ما هو بس النقطة الأخيرة لأن انتهى وقتك. ماشي. يطالبون بالتنقيح بالتعديل. نعم. بدون الرجوع لمجلس الأمة لأن مصالحهم متعطلة. أنا أقول هذا وارد أن يكون عندهم مصالح. نعم وصلت النقطة. خلينا نطلع من هذا الموضوع وندخل إلى موضوع ثاني. يقال أستاذ أحمد بأنكم تنحازون للتيار الليبرالي على حساب التيار الديني، فهل يعني ترون أن للتيار الديني أهداف خفية؟ لا، احنا بالنسبة لنا احنا نشيع خبر